السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقاء؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة جوليا ستوديو، أفضل مكان للطلاب والسيدات عشان يتعلموا جرافيك ديزاين وازاي يقدروا يعملوا دخل مادي من التصميم بطريقة سهلة، وكله ده من البيت. كل اللي هتحتاجوه هو أي جهاز متوفر عندكم سواء موبايل أو لابتوب ووصلة نت. يلا بينا نبدأ. ازيكم يا اصدقاء؟ عاملين ايه؟ في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن ازاي انت كمصمم تقدر تحقق ربح مادي كبير من البيت من بيع تصاميمك، وكمان من غير ما تتعامل مع عملاء ولا تلتزم بمواعيد لتسليم الشغل وبشكل مجاني ومن غير رأس مال. وضحنا اهم طريقتين ممكن المصممين يعرفوا يشتغلوا بيهم، واللي هي بيع المنتجات الرقمية والطباعة بالطلب. اتكلمنا اكتر كمان في الفيديو اللي فات عن بيع المنتجات الرقمية ومميزاتها، وانك ممكن تقدر تدخل منها $1000 شهريا، وكمان باستخدام الموبايل فقط وباستخدام اسهل التطبيقات المتاحة وباحترافية. والنهارده كمان هنتكلم عن مجال تاني يقدر يتيح لك انك تعملي دخل مادي من البيت من غير ما تتعاملي مع عملاء بشكل مباشر ومن غير كمان مواعيد استلام، وهي مجال الطباعة بالطلب او البي او دي او البرنت اون ديماند. وده من اسهل المجالات اللي ممكن المصممين المبتدئين يبدأوا فيه، مش هيتطلب منهم اي مجهود ولا حتى فلوس. الطباعة بالطلب هي انك مثلا بتصمم تصميم معين وتنزله على الموقع اللي هيطبع لك تصميمك. يجي العميل يدخل ويختار تصميمك، يروح الموقع اللي انت منزل تصميمك عليه يبعته على المطبعة، والمطبعة بتبعته لشركة الشحن، وبعد كده شركة الشحن بتحول المنتج مباشرة للعميل بدون اي تدخل مباشر منك. يعني انت بس بتحمل تصميم، والموقع اللي بتتعامل معاه هو اللي بيكمل باقي المعاملات الخاصة بالعميل، زي انه يستلم التصميم ويطبعه ويسلمه للعميل لحد باب البيت الخاص بيه. يعني باختصار فكرة الطباعة بالطلب بتتمثل انك بتعمل تصميم بجودة عالية وترفعه، والموقع هو اللي بيكمل باقي التعاملات والشحن والتخزين. وهي قريبة من فكرة بيع المنتج الرقمي اللي اتكلمنا عنه قبل كده. الفرق ان المنتج الرقمي كنت بتحمله على الموقع، والعميل يدخل يحمل المنتج على جهازه بس بصورة ديجيتال او رقمية، يعني من غير طباعة او شحن. لكن الطباعة بالطلب لك ان منتجك يكون حي ومتاح مع الناس بصورة مادية. لكن اهم حاجة في المجالين اللي احنا هنحتاجهم كمبتدئين انه مش بياخدوا مننا مجهود كبير ولا فلوس ولا خبرة. عشان كده دول اكتر مجالين برشحهم للمبتدئين والسيدات والطلاب وكمان الامهات. طب ايه مثلا الحاجات اللي انا ممكن اقدر اطبع عليها منتجاتي؟ يعني منتجات مادية زي ايه؟ ويا ترى هل المنتجات دي بيكون عليها طلب ضخم لدرجة ان انا ممكن اقدر احقق منها مبيعات ضخمة؟ الطباعة بالطلب بتتيح لكم انكم تطبعوا اي تصميم انتوا اخترتوه على منتجات كتير جدا، زي مثلا مجات، بازلز او ستاير وتيشيرتات. وكمان تقدروا تطبعوها على منتجات خاصة بالحيوانات زي القطط والكلاب، او حتى ممكن تطبعوها على قماش. وفي مواقع كتير جدا هتساعدكم انك تعملوا كده. انت بس المطلوب منك انك تحمل التصميم على الموقع، والزبون هيختار المنتج اللي هو عايزه. تاني حاجة هنتكلم عنها هي مزايا المجال ده اللي مش بتختلف عن مزايا بيع المنتجات الرقمية اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وليه المفروض كمصممين مبتدئين نبدأ بيه ونرفع تصاميمنا على المواقع دي. أول حاجة، مجال الطباعة بالطلب يعتبر من أكتر المجالات اللي مفيهاش مخاطرة ولا محتاج رأس مال إنك تبدأ فيها. بكل بساطة كل اللي هتحتاجه إنك تعمل التصميم وتنزله على الموقع، ومش هتتم عملية الطباعة إلا بعد ما العميل يطلب المنتج وكمان يدفع ثمنه. يعني عملية الطباعة ما بتتمش إلا لما العميل يجي ويطلب ويأكد الدفع. يعني ما بيكونش فيه أي خسائر مادية، لأن العميل لو ما دفعش تمن الحاجة مقدما مش هيستلم الطلبية أو التصميم الخاص بيه. وده بيقدم لك أنت كمصمم الأمان الكامل إنك مش هتخسر جنيه واحد، وأنت كل اللي عليك تستلم أرباحك من الموقع بعد ما بيتباع المنتج، ولا بتشيل هم المخزون أو الشحن. كمان بيتميز المجال ده بسهولة البدء فيه، لأنك بتقدري تبدأي تشتغلي من أي مكان انت بتحبيه. يعني مش هتحتاجي مثلا إنك تشتري مكتب جديد أو جهاز جديد. استغلي الإمكانيات المتاحة عندك، يعني اشتغلي حتى من موبايلك الخاص. بالمناسبة هو أول حاجة اشتغلت منها وحققت منه أرباح عالية. المهم إن احنا نعرف نشتغل صح. تاني حاجة، في مجال الطباعة بالطلب نسبة الأرباح بتكون عالية زي المنتجات الرقمية، لأنك بتقدر تنزل تصاميمك على كذا موقع. ممكن التصميم الواحد كمان ينباع لكذا عميل على أكتر من منتج وكمان على أكتر من موقع. يعني تصميم واحد هيتباع بكذا شكل وعلى كذا موقع. وكمان تقدر تعمل علامة تجارية احترافية، لأن المنتجات اللي بتطبع بتكون مطبوعة بجودة عالية جدا. انت بس هتصمم البراند الخاص بيك وتشوف المجال المنتج اللي حابب تشتغل عليهم، لأن اختيار التخصص هو أساس النجاح في البرنت اون ديماند أو الطباعة بالطلب. وناس كتير بتواجه فشل في المجال ده بسبب عدم تخصصها، وانها بتعمل تصاميم عشوائية عن كل حاجة وعلى كل المنتجات المتاحة. وده عن تجربة شخصية، لاني ما بدأتش احقق ربح فعلي الا لما بدأت اتخصص في مجال معين في منتجات معينة.
ونيتش هو انك كمصمم ما تصممش كل انواع التصاميم، يعني مثلا ما تصممش تصاميم خاصه بالقطط والكلاب وتعمل تصاميم خاصه بسلسله افلام معينه او بفريق كره معينه، وتصاميم خاصه بالبيبيهات والاطفال، وكل ده احطه في ستور او متجر واحد. يجي العميل يزور الستور ده ما يعرفش الستور ده بيبيع ايه، فيحصل له تشتت وما يعرفش يشتري حاجه في الاخر، وانت ما تعرفش تحقق ربح مادي فعلي. في الفيديوهات الجايه باذن الله هبدا اشرح لكم اهميه النيتش او التخصص في مجال الطباعه بالطلب، وكمان المنتجات الرقميه، لان هو ده حجر اساس النجاح الفعلي، هو اللي هيعمل لكم دخل هايل فعلا. زي الستور اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، الستور ده بيبيع منتج واحد بس اللي هي الاستيكر، وكمان متخصص في نوع واحد من الاستيكرز وهي استيكر خاصة بالقطط والكلاب. هو بكده قدر يستهدف نوع محدد جدا من الجمهور اللي هيكونوا مهتمين بالنوع ده من التصاميم، وبالتالي هيحقق ارباح عالية جدا من التصاميم دي. وهي دي اهمية التخصص اللي بنتكلم عنها، بتخلي العميل يركز في منتجاتك ويعرف يختار منها. كمان دور تاني هنا زي ما انتوا شايفين مختص ببيع استيكرات خاصة بعلب التوابل بس، وكمان عامل أشكال وألوان مختلفة منها. هو بكده لما اختار منتج واحد ونوع واحد من التصاميم يمشي عليه قدر يقلل المنافسة، لأنه مش هتلاقي ناس كتيرة مختصة بالمجال ده تحديدا. عشان كده التخصص بعتبره من أساسيات نجاح مشروع صعب الطلب. واجمل حاجه في مجال البي او دي انك مش هتحتاج انك تكون مصمم موهوب عشان تشتغل في المجال ده، كل اللي هتحتاجه هو مهارات تسويقيه بسيطه على مواقع السوشيال ميديا زي الفيسبوك والانستجرام. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو، تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات عن اكتر مجال انتوا حبيتوه وحابين نتكلم عنه اكتر، بيع المنتجات الرقمية ولا الطباعة بالطلب. وفي الفيديوهات القادمة بإذن الله هنتكلم عن كل مجال من دول بتفصيل ممل وافكار للتصاميم نقدر نستخدمها في منتجاتنا، وكمان هنتكلم عن افضل المواقع اللي نرفع عليها تصاميمنا ونحقق منها ربح مادي.